يا صباح الخير عليك يا حاج. صباح الخير عليك يا مشمشة. قوليلي ايه الاخبار؟ جهزت كل حاجة يا اخويا، المكرونة والرقاق والمحشي والبط، وعملت السلطة كمان والعصير. ايه ده يا ولية؟ هو انا بسألك عن اخبار الاكل؟ امال بتسأل عن ايه يا اخويا؟ يعني مثلا قرأت قرآن، اتفرجت على برنامج ديني، عملت اي حاجة كده من الحاجات الحلوة بتاعت رمضان؟ طب ما يا اخويا الحاجات اللي انا بحكي لك عليها دي كلها من الحاجات الحلوة بتاعت رمضان. المهم قولي، انت هتنزل المحل دلوقتي ولا هتستنى شوية؟ ايوه طبعا، هقوم اتوضى واصلي الظهر واقرا لي شوية قرآن كده وبعدين اروح اشوف مصلحتي. طب اعمل حسابك يا عبد الله، احنا السنة دي مش زي كل سنة. اعمل حسابك يا اخويا ان رمضان السنة دي غير اي سنة. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ يا اخويا الحاجة اللي كنت بتشتريها السنة اللي فاتت في رمضان ب10 جنيه السنة دي بقت ب100. عشان كده عايزاك تخلي بالك، وتخلي بالك كده من القرش. ده القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. جرى ايه يا ولية؟ هو انت من اولها كده هتصدري لي الكلام ده؟ في ايه يا عبد الله؟ ما انا عمالة اقول لك اهو ان انا من الصبح عاملة لك المكرونة والمحشي والرقاق والبط. ما هي دخلتك عليا بالبط والرقاق والحاجات اللي انت بتقوليها دي كلها خلت الدهون الثلاثية بتاعتي تنقح عليا. ولا المعدة فرحانة قوي بالكلام اللي بتقوليه؟ ولا الكبد خليه بقى دلوقتي على جنب عمال يقول يا عيني عليا هنضف ايه ولا ايه؟ صدقيني يا سمسمة، انت فاهمة رمضان غلط خالص، انت وكل الستات اللي زيك. اه يا اخويا، وانت بقى اللي فاهمه صح. النهارده اول يوم رمضان، يعني ما تطلعش مواهبك يا اخويا عليا. وبعدين انت عارف ولادك كلهم معسكرين في البيت، ما راحوش الكليات بتاعتهم. ليه بقى ما راحوش الكليات؟ عايزين يقعدوا في البيت كده اول يوم رمضان. يعني واحدة هتتخرج السنة الجاية من كلية الهندسة ورايحة تقعد لي في البيت؟ ولا ابنك الكبير المحترم اللي في آخر سنة في كلية الطب ينفع كده برضه؟ الله يسامحك يا سمسمة، هو انت سحرتيهم سحور تقيل ولا ايه؟ ما انا سحرت بره، قولي لي بقى سحرتيهم ايه؟ هو انت دايما كده هو يا عبد الله ظالمني؟ قولي لي ورد عليا سحرتيهم ايه؟ ما فيش يا اخويا، دي صينيه كوسه بالبشاميل وشويه ملوخيه وشويه اكل من العادي بقى اللي بنتسحر به كل سنه، فول وطعميه وزبادي عادي يعني. نعم يا اختي عادي؟ ده انت سحرتهم نصيبة سودة، ده انت اكلتهم ديناميت يا ولية. ما هو لازم طبعا يعسكروا في البيت وما يروحوش الجامعة بعد السحور ده. الله يسامحك يا شيخة. بطل يا اخويا بقى منحيه فيا، وقوم يلا عشان تشوف مصالحك. اصل انا مش فاضيه. ليه وراكي ايه بقى؟ ده انا ورايا هم ما يتلم يا اخويا في المطبخ. اصل انت كده بالشكل ده هتضيع عليا اليوم. يا نهارك اسود يا ولية، ايه كل ده؟ ايه الخضار ده كله؟ ده انت ولا في سوق العبور؟ هو ده مطبخنا؟ مش معقول يكون هو ده مطبخ. لا هو ده مطبخنا، بس انا بهدلت الدنيا شويه لما كنت بعمل الخشاف. لا، ده انا لازم امنعك من الدخول المطبخ في رمضان. اصل انت فاهمه رمضان غلط، رمضان مش للاكل والشرب يا وليه، رمضان فيه حاجات تانية كتير تتعمل غير الاكل والشرب. وبعدين انت مش عارفه ان ده شهر العباده مش شهر الاكل. وبعدين انت طلعت الكراتين زي ما قلتلك. يا لهوي، ده انا نسيت اطلع الكرتونه بتاعت ام احمد. طبعا لازم تنسي، ما انت مشغوله في المحمر والمشمر وناسيه تطلعي حق ربنا. ده انت هتوديني النار يا وليه. ده انا هوديك مارينا. وبعدين ايه يا اخويا المحمر والمشمر؟ المحمر وعارفينه، ايه بقى المشمر دي؟ ايوه صحيح، ايه هي المشمر دي؟ يمكن الاكل اللي احنا بنشمر له لما نيجي ناكله. المهم دلوقتي سيبك من المحمر والمشمر، انا عايزك تنزلي تدي للست الكرتونه بتاعتها دي، اكيد بتستناها من رمضان لرمضان. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا، واوعي تعملي كده تاني. والله ما انا عارفه انا نسيت ازاي، بس انا رحت لها من يومين وفضلت اخبط محدش فتح لي، واتشغلت بقى النهارده كده يا اخويا في الطبيخ والمطبخ. عموما انا هروح لها دلوقتي. بقول لك ايه، عايزه اديكي مبلغ كده تديهولها لما تيجي رايحه لها، اصلها تعبانه وبتاخد ادويه واكيد مش هتقدر تشتريها. ربنا يوسع عليك كده يا عبد الله. بقول لك ايه، انا هروح بقى اصلي الظهر واقرا شويه قران وبعد كده انزل على شغلي. وماله يا اخويا؟ يا بنتي صدقيني مش هيحصل حاجه، مش هتفطري ولا حاجه. لا يا اخويا، انا مش عايزه ابدا رمضان بمعصيه. والله عالي يا سي سامح، انت والست مياده طبرعوا حرمه الشهر الكريم. ويا ترى بقى ايه اللي انت عايزه منها هيفطرها وهي مش عايزه تبدا الشهر الكريم بالمعصيه؟ جرى ايه يا عم عبد الله؟ هو في حد يعني يهجم على حد كده؟ بالراحه شويه وانت تفهم. والله يا عم عبد الله انت مش فاهم الحكايه. اصل الحكايه دلوقتي ان انا هرميكوا انتوا الاتنين من على السلم او ما اتكلمتوش دلوقتي. والله يا عم عبد الله الحكايه ان احنا كاتبين كتابنا من اسبوع، وانا كنت نازل رايح الشغل، فقلت اعدي يعني اقول لها كل سنه وانت طيبه. بمد ايدي كده عشان اسلم عليها، لقيتها بتقول لي مستحيل ابدا، انا ما ينفعش ابدا رمضان بمعصيه. وكنت لسه بفهمها لقيتك داخل علينا.
يعني انتوا كنتوا بتتكلموا علشان كده؟ ايوه يا عم عبد الله، وانا كنت بقول لها يعني انه عادي، ده انت مراتي ما فيهاش حاجه يعني لما اسلم عليكي بالايد. لقيتها بتقول لي لا ما ينفعش تلمس ايديا، وانها بكده ممكن تفطر. تخيل بقى يا عم عبد الله، مفكره ان انا لما اسلم عليها بايديا يبقى كده خلاص هتفطر. ما انت عارف يا ابني بناتنا ناس كده محترمين، وانتوا جيراني وناس محترمين برضو انتوا الاتنين، وبعتذر لكم عن سوء التفاهم. بس خلوا بالكم انتوا الاتنين، ما ينفعش تقفوا انتوا الاتنين على السلم كده، دي حاجه مش حلوه. وانت يا بنتي سلمي عليه عادي، ما فيهاش حاجه، ده برضو جوزك، مش هيحصل حاجه يعني لو سلمت عليه بالايد، مش هتفطري ولا حاجه. طب عن اذنكم بقى علشان انزل اكمل الاكل. عن اذنكم بقى، انا هروح المحل لحسن كده اتاخرت، والنهارده اول يوم رمضان وده سوبر ماركت يعني ما ينفعش اقفله. خدني معاك في السكه يا عم عبد الله، اصل انا لو فضلت هنا ممكن يجرى لي حاجه. بعد الشر عليك يا سامح، ما تقولش كده. هو انت يا ابني متاكد ان هي ما رضيتش تسلم عليك؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ارزقنا يا رب من حيث لا نحتسب. صباح الخير يا عم عبد الله. صباح الخير يا ست سميحه، ده ايه الطله الحلوه دي؟ دي عيونك هي اللي حلوه. قول لي بقى يا عم عبد الله، عندك دقيق؟ ايوه طبعا عندي دقيق، قولي لي طلباتك كلها مره واحده عشان اجيبها لك. حاضر، هقول لك طلباتي كلها مره واحده. دلوقتي طلباتك جاهزه كلها يا ست سميحه، حسابك 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ليه يا عم عبد الله؟ هو انا دخلت كارفور وانا ما اعرفش؟ ولا دخلت فتح الله؟ لا اله الا الله، جرائيه يا ست سميحه، هو احنا كل مره في الحساب لازم نقف كده ساعتين ثلاثه؟ ما تدفعي على طول يا ست. لا، انا لازم اعرف كل حاجه تمنها كام لوحدها، ده حقي يا عم عبد الله. طب بص يا حاجه، كل طلباتك اهي على جنب، والفاتوره بتاعتك هديها لك، وراجعي كل حاجه كده واحده واحده، اصل انا مش ناقص، النهارده اول يوم رمضان، وانا بصراحه مش عايز صيامي يروح كده على الفاضي. فانت يا حاجه اقعدي كده على جنب وشوفي حسابك كده مع نفسك، واحسبي كل حاجه زي ما انت عايزه. لا ما ينفعش، لازم تقعد معايا ونشوف الحساب كله سوا. اللهم طولك يا روح، اللهم اني صائم. الكرتونه بتاعتك اهي يا ام احمد، وخدي يا اختي كمان المبلغ ده. ربنا يخليكوا ليا يا حبيبتي، عمركم ما نسيتوني ابدا، لا في رمضان ولا في عيد. والله يا ام احمد ده انا جيت لك من كام يوم عشان اجيب لك الكرتونه، بس ما حدش رضى يفتح لي الباب. الظاهر ان انتوا ما كنتوش موجودين. يا حبيبتي معلش، اصل كنت بعمل شويه تحاليل كده في المستشفى، كان الدكتور طالبها، وانت عارفه بقى المستشفيات الحكومي حبالها طويله. كان نفسي اخلص كل التحاليل دي قبل رمضان، اصل ما بقدرش يا اختي اخرج وانا صايمه، ما انت عارفه ان انا تعبانه. طيب واحمد ابنك سايبك كده ليه؟ لا هو مش سايبني، بيجي لي كل يوم، ومراته كمان الله يبارك لها بتجيب لي اكل على طول. المهم يا ام احمد، الحاج عبد الله موصيني عليكي قوي، وبيقول لي لو في اي حاجه هي عايزاها احنا نعملها لها، مش عايزه اي حاجه يا حبيبتي نعملها لك. ما تتكسفيش يا اختي، اللي انت عايزاه قوليه. كتر خيرك يا اختي، انا كويسه خالص الحمد لله، وعموما بلغتي عبد الله سلامي، وقولي له ام احمد بتقول لك كل سنه وانت طيب، ويعود عليك الايام بخير يا رب. امين يا ام احمد امين. جرى ايه يا ست سميحه؟ هو انا هفضل واقف جنبك هنا طول النهار؟ انا عندي شغل كتير. يوه، ما المكرونه كانت ب10، ايه اللي خلاها ب11؟ يا ست كل حاجه غليت يا ست سميحه، وانت بصه للجنيه؟ يعني انت كل اعتراضك على 2000 جنيه في الحساب على الجنيه؟ شفت بقى يا اخويا ان انت مش مركز، واضح كده ان الصيام عامل عمايله معاك، ده احنا لسه في اول يوم رمضان، امال بقيه الشهر هتعمل ايه؟ وهو يعني الجنيه شويه؟ عموما يا اخويا انا هديك 500 جنيه دلوقتي، والباقي هديهولك كده على كذا مره، 200 في 100 في 300. وماله، بس على فكره كان في 300 جنيه قدام، يعني الحساب كده يتقل. يا اخويا رمضان شهر الخير، يعني اعمل خير كده وارميه البحر، مش هيروح بعيد. بس انت مش فقيره يا ست سميحه، في ناس تانية فقيره تستحق الخير اكتر منك. ليه بقى ان شاء الله؟ شايفني عندي فيلا ولا عندي عزبه عشان تقول الكلمتين دول؟ اهو بصت الناس في حياه غيرها دي اللي مضيعه كل حاجه. وانت يعني تعرف ظروفي؟ ايوه طبعا عارف ظروفك، احنا ساكنين في شارع واحد، يعني الناس كلها عارفه بعضها. المهم يا ستي ربنا يزيدك ويزيدنا، ما تتاخريش عليا بالفلوس، انا عايزه اجيب بضاعه، واحنا في رمضان والناس بتسحب البضاعه عن اي شهر تاني. طب يا اخويا ربنا يستر بعد الكلمتين اللي قلتهم لي دول، واوصل بيتي بالسلامه. يا ستار يا رب، كل اعوذ برب الفلق، انا لازم اعمل لنفسي كده شويه بخور عشان ابعد العين عني. عن اذنك يا عم عبد الله. شوف يا اخويا الوليه خايفه من عينيا، ده بسم الله ما شاء الله العماره اللي هي ساكنه فيها دي كلها بتاعتها، ومأجره كل الشقق اللي فيها، وتيجي لحد انا وتقول لي على حسابي، وتفضل تتكلم وتناحي. رحمتك يا رب. كل سنه وانت طيب يا بابا يا حبيبي. وانتوا طيبين يا ولاد. الفطار ده كتير قوي يا ماما. اخيرا ظهر الحق، الاكل فعلا كتير، مش معنى يعني ان احنا في رمضان ان احنا نعمل الاكل ده كله، ربنا ما قالش كده خالص.
ايوه فعلا الاكل مبالغ فيه جدا، يعني السفره مليانه اصناف. هو انت يا ولاد هتسيبوا الاكل يبرد وتفضلوا تتكلموا؟ ما تسموا كده بسم الله الرحمن الرحيم وتبداوا كده، النهارده اول يوم رمضان، والاكل اللي هيتبقى هتاكلوا منه كام يوم. ايه يا ندى يا بنتي مالك تعبانه كده ليه؟ مش عارفه يا ماما، شكلي تعبانه شويه ومجهده، شكلي كده تقلت في السحور ولا ايه؟ ما هو انت اكلتينا بواقي الفطار. امال كنت هاكلكوا ايه؟ بس ما هو الاكل لما بيبات ما بيتاكلش، وانا بقى مش هرمي الاكل ده كله، ما هو كان لازم تسحروا بيه. ما هو واضح ان هو كان تقيل قوي. ولا تقيل ولا حاجه يا بنتي، ده انت رفيعه زي خله السنان، كلي كده واتغذي عشان تتخني ويجيلك عريس حلو. اقول لك على حاجه، ما تروحيش الجامعه كمان النهارده، هم يعني اللي اتعلموا خدوا ايه؟ ابعدي عني يا مشمشه، هتضيعي مستقبلي. اوعي كده لما اقوم ادخل الحمام وارش كده شويه ميه على وشي عشان افوق، وانا هبقى كويسه خالص وهلبس دلوقتي على طول واروح الجامعه. يا انسه، انت يا انسه. ايه يا ماما سيبيني نايمه شويه انا تعبانه. ما انت سحرتيني مكرونه بشاميل. ايه ده يا نهار ازرق، ده انا في الجامعه. تقدري تقولي لي يا انسه انا كنت بقول ايه؟ اها. ها ايه؟ انت جايه تنامي لي هنا في المحاضره ولا ايه يا انسه؟ انا اسفه يا دكتور، مش هعملها تاني، اصل امبارح كان اول يوم رمضان وحضرتك عارف. طب خلاص بلاش تنامي تاني وركزي في المحاضره، وبلاش بعد كده تتسحري اكل تقيل، لان واضح قوي ان السحور كابس على دماغك. ايوه يا اختي اضحكي، ما انت ما فيش في دماغك حاجه. مش قادرة أصدق، نمتي في المحاضرة؟ لا وايه، بكلم الدكتور وانا بقي مفتوح قد كده وانا بتاوب. لا وبيسالني انا كنت بقول ايه، يعني انا كنت واخده تعسيله هعرف هو بيقول ايه منين؟ بس يا بت بطني وجعتني من كتر الضحك. وايه الحاجات اللي هم حاطينها قدامنا دي؟ هو احنا في رمضان جايبين لنا شاي وكحك؟ ايه ده، هم مش عارفين ان احنا صايمين؟ هي انسات لو سمحتوا، عايزين من كل واحده فيكم 20 جنيه. إيه؟ بتقول إيه؟ ليه يا صبري 20 جنيه ليه يا اخرة صبري؟ ما انتوا قاعدين في الكافيتيريا يا انسه، هو يعني القعده ببلاش؟ يا اخي ده احنا صايمين حتى ما كلناش اي حاجه في بقنا، وبعدين ايه الاكل اللي انتوا حاطينه قدامنا ده؟ انتوا مش عارفين ان احنا في رمضان؟ يا أخي اعمل حاجة تنفع فيها صيامك. ما انا سايبكم قاعدين بقالكم ساعتين والقعده مش بلوشي، وبعدين انا سامعكم وانتوا عمالين تتكلموا على الدكتور، يعني معنى كده بقى ان انتوا فطرتوا من كلامكم اللي انتوا كنتوا بتقولوه ده. ده انت بتهددنا بقى. بقول لك ايه، احنا سايبين لك الكافيتيريا بحالها. ما تسيبوا الكافيتيريا، انتوا حرين، اهم حاجه ال 40 جنيه. اخص عليك يا صبري، ما تمرش فيك البقشيش اللي كنا بنديهولك. دول ما كانوش 40 جنيه، اعتبروهم ذكرى رمضان. عايزنا نطلع زكاة في أول يوم رمضان؟ طب ادينا فرصة حتى لحد آخر الشهر. عادي يا انسه، الزكا بيطلع في اي وقت. أهم حاجة إنه يبقى في رمضان.